أكبر غلطة ناس كتير بتعملها إن هي بتفتكر إن الأوفر سايز مجرد إني بكبر المقاسات وخلاص، لكن الحقيقة إن الأوفر سايز لازم يكون مبني على قواعد صحيحة، وإلا هيديني شكل غير جيد في التلبيس، زي مثلا كلكعة أو شدة في بعض الأجزاء، أو إن الشكل العام للقطعة يكون غير مريح. وهنتعلم مع بعض 5 أسرار يدولك إن الفيت بتاع الأوفر سايز يكون مظبوط. عشان كده هنتعلم مع بعض حاجات مهمة جدا لازم نراعيها واحنا بنعمل الأوفر سايز. وأهم وأول نقطة هنتكلم عنها هي خط الكتف. خط الكتف ده منطقة في منتهى الأهمية للأوفر سايز. ليه؟ لو أنا عندي خط الكتف ما زودتهوش بقيمة متناسبة مع العروض اللي أنا زودتها في الجسم، هيديني شكل شدة في منطقة الجيرو، والتلبيس هيبقى غير مريح للنظر بالمرة. كمان لو أنا مزودة طول الكتف بتاعي عن اللي المفروض يكون عليه، هيديني شكل بوكسي، شكل غير مستحب خالص للقطعة بتاعتي، وهيدي شكل في النهاية مش أحسن حاجة. عشان كده لازم نراعي الكتف. في الكتف في الغالب بنزوده من 2 ل 6 سنتي، ودي قيمة متناسبة جدا مع الأوفر سايز، لكن بنراعي حاجات مهمة جدا. بنراعي زاوية ميل الكتف. لو أنا دلوقتي بزود عرض الكتف بتاعي، ما ينفعش أنزل بنفس قيمة امتداد نقطة سقوط الكتف. بمعنى لو أنا دلوقتي الكتف بتاعي ميل بقيمة عالية وأنا زودت طول الكتف، وبالتالي الجزء ده هينسدل على الجسم، فهيديني ارتفاع هنا عند منطقة الرقبة. تبص تلاقي حتى لو القطعة كلها مظبوطة، هتلاقي هنا في الرقبة حاجة مش مظبوطة. فدي مهم جدا ان احنا نركز على درجة ميل الكتف. حاجة كمان ان انا لما بزود قيمة الكتف لازم اراعي تناسب الجيرو مع الكتف. لازم يكون عندي توافق ما بين الكم او الجيرو بتاع الكم مع الاوفر سايز والكتف الطويل. ليه؟ لو انا احتفظت بنفس قيمة راس الكم مع زيادة ميل الكتف، هيديني شكل بوكسي. هتبص تلاقي هنا عامل زاوية غير مريحة بالمرة. حاجة كمان، في كتير من الأكمام بنعمل قيمة من التشريب عشان تديني وقفة للكم كده لما الشخص يبقى واقف، إن الكم يبقى مظبوط عنده. لو أنا بعمل أوفر سايز بيفضل خالص إن احنا نشيل قيمة التشريب دي، إلا لو هي محطوطة مخصوص في الستايل عشان ما تدينيش الشكل الواقف في القطعة بتاعتي، وبالتالي لازم أوفق الكم مع زاوية ميل الكتف. تاني نقطة مهمة أتكلم فيها وهي الإبط. ليه الإبط مهم جدا إني أظبطه في الأوفر سايز؟ دلوقتي أنا لو أنا مزودة العروض ومزودة الكتف والكم وكله تمام، بس جيت عند منطقة الإبط وقللت النزول بتاعي عن اللي المفروض يكون، هيديني قطعة مشدودة من عند منطقة الصدر وخنقة الشخص اللي لابسها. ده شيء طبعا غير مقبول في الباترون، ده بيبقى عيب باترون. لازم القطعة لما تتلبس وهي اوفر سايز تكون مرتاحة على الجسم شكلا ووظيفة، ان الشخص لما يلبسها ما يحسش انه مخنوق في حتة منها. ودي من مميزات الاوفر سايز، ان هو يعني بيوفر الراحة للشخص اللي بيلبسه. حاجة تانية، لو أنا مزودة طيب القيمة بتاعة السقوط عن المقدار المناسب، هتبص تلاقي القطعة مترهلة، شكلها مش مظبوط، في حاجة غير مريحة للعين. عشان كده بيفضل في الأوفر سايز، ما لم إن الستايل يكون بيتطلب غير ده، لأن في بعض الستايلات بيبقى فيها حاجات كتير مختلفة. في الغالب بنزود سقوط الكتف في الأوفر سايز من 3 ل 5 سنتي، طبعا على حسب التصميم اللي قدامنا، ما لم يكون التصميم نفسه في بعض الحاجات شاذة. يعني في بعض الحاجات مثلا بيبقى تقريبا الجير واصل لمنطقة الوسط، بس ده بيكون تصميم وبيبقى واضح جدا في التلبيس بتاعه. لكن الغلط اللي بقول عليه انه بيبقى احنا عايزين اوفر سايز بشكل معين، لكن بيدينا تلبيس غير مريح وشكل غير مستحب. واحنا بنتكلم في الاوفر سايز، زي ما اتكلمنا عن الكتف وعن سقوط الابط، في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها وهي زيادة العرض. لازم لما ازود العرض في الاوفر سايز يكون بنسبة محسوبة، ما بيتزودش بشكل عشوائي. وكتير من البراندات اللي هي اساسا بتعمل التصميم بتكون عاملة حدود معينة للدورانات والاتساعات بتاعة الاوفر سايز بتاعها، بس هي في الغالب بتكون ما بين 15 ل 30% عشان تديني تلبيس جيد. القيمة دي كافية لحد كبير في معظم الستايلات، نقدر نعتمد عليها. وطبعا ممكن الستايل نفسه يختلف، يعني احنا
دي القواعد الأساسية اللي بنقولها في الأوفر سايز بشكل عام، لكن كل تصميم ممكن يختلف عن التاني. خلي بالنا برضو في الأوفر سايز لما احنا بنزود النسبة دي بيعتمد على ايه؟ أول حاجة بيعتمد على التصميم اللي قدامي، لازم أبص كويس للتصميم وأتعلم أقرأ النسب من على التصميم بتاعي. حاجة كمان إن لازم أحط الخامة في الاعتبار، يعني أي باترون أنا بحب أعمله بقول لهم لا أنا عايزة أشوف الخامة الأول. ليه؟ لأنه مثلا أنا دلوقتي عندي الخامة واقفة، ما ينفعش أزود الأوفر سايز بنسبة كبيرة لأنه هيديني شكل غير متناسق للقطعة، المنظر بتاعها هيبقى واقف مش حلو، وبالتالي لازم أراعي ده وأنا بعمل زيادة العروض. كذلك لو الخامة بتاعتي منسدلة فده بيتيح لي إمكانية أكتر إني أزود في العرض لحد ما، وبالتالي عنصر الخامة مهم جدا في زيادة العروض، لازم نهتم بيه وما نغفلهوش وإحنا بنعمل الباترون بتاعنا. هراجع معاكم عشان نشوف مع بعض كنا مركزين ولا لا. اول حاجه اتكلمنا عنها الكتف، تاني حاجه اتكلمنا عنها الابط، تالت حاجه اتكلمنا عنها العروض، رابع حاجه ونقطه مهمه جدا نقطه الاطوال. ما ينفعش ان ازود القطعه بتاعتي في العروض واظبط القطعه تماما واجي في الاطوال اغفل النقطه دي في الاهميه. ليه؟ لانه انا عندي الطول مهم، لو انا عندي الطول مش كافي ومش متوازن مع عرض القطعة بالتالي هتديني شكل البوكس، ده شكل مرفوض جدا في الاوفر سايز. لازم نراعي الطول، لازم نراعي انسدال القماش، النقط دي مهمة جدا. حتى لما بنيجي نعمل التدريج، لو انا دلوقتي في قطعة بتتدرج 8 سنتي، ما ينفعش نزود 8 سنتي وهي قطعة قصيرة وازود فرق التدريج يكون قليل في الطول. ليه؟ لان كده هزود عرض القطعة بدون مراعاة الطول، ودي نقطة لازم نهتم بيها وما نغفلهاش. يبقى في الطول لازم أراعي إن الطول يبقى متناسب مع العرض بتاعي، سواء في القطعة الأساسية سواء في عملية التدريج فيما بعد، لأنه الطول الغير متناسق مع عرض القطعة هيديني شكل عريض للقطعة كأنها بوكس، وده طبعا شكل غير مقبول في الأوفر سايز. ونصائح عامة بقولها لأي باترونيست، تقدر وانت بتعمل الأوفر سايز بتاعك لازم تحط القماش بتاعك، لازم تختبر القطعة بتاعتك بعمل عينة. يعني احنا مثلا في المصانع أو في الشركات بنعمل حاجة اسمها عينة تصميم. عينة التصميم دي اللي بننفذ فيها الباترون لأول مرة، وبالتالي لو في أي تعديل أو أي حاجة نقدر نراعيه قبل ما نعمل الإنتاج بتاعنا. حاجة تانية مهمة جدا لأي باترونيست، ما تعتمدش على الزيادة الرقمية، مش الأرقام هي اللي هتحكمك لكن المنظر العام، القياس بتاعنا مش جداول المقاسات، القياس بتاعنا إني أدي قطعة تلبسها مظبوط، وده اللي احنا بنخدم عليه أساسا كباترونيست، بغض النظر عن العروض عن القماش اللي بنستخدمه، لكن أهم حاجة عندنا إن احنا ندي التلبيس الجيد. ودلوقتي هنعمل مقارنة ما بين الأوفر سايز الاحترافي والأوفر سايز الرخيص أو الضعيف. الأوفر سايز الاحترافي بيكون الكتف فيه محسوب، الكم فيه متوازن مع الستايل، السقوط فيه متناسب مع القطعة، والخطوط بتاعة الجنب على استقامة واحدة، والقطعة بيكون ليها شيب واضح تحس ان هي متناسقة مع بعضها. لكن الاوفر سايز الضعيف بيديني شكل منفوش او شكل مترهل، بيدي شكل بوكسي، بيديني زوايا هنا عند التقاء الكتف مع الكم بشكل مدبب، ده طبعا مرفوض جدا في الاوفر سايز، ممكن يديني ارتفاع عند منطقة الرقبة. كل دي اخطاء لو راعينا النقط اللي انا شرحتها في الفيديو دي ان شاء الله الباترون بتاعنا هيطلع بشكل جيد جدا وتلبيسه هيكون مظبوط من اول مرة. ولو عايزين حلقات تاني او ليكم اي تساؤلات تقدروا تسيبوها لي. لو اول مرة بتشوفونا اهلا بيكم في سلسلة اتعلم صح. اتعلم صح هنتعلم من خلالها كل ما يخص الباترون والتفصيل على اساس علمي وبشرح مبسط، فخليكم معانا وتابعوا الحلقات الجاية. ولو ليكم اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وهرد عليه مع سلسلة اتعلم صح. كان معاكم جاكلين بولس، سلام.